عمرك شفت ميت بيرجع؟ بس أول ما يرجع مش يبقى فاكر أنت مين، ولا هو مين، ولا هو كان فين؟ اسمي كريم عبد الفتاح، وعمري دلوقتي 39 سنة. لكن هقول لك على تجربة قتلت نص عمري قبل ما اعترف بيها. القصة حصلت لما كنت شغال في تغسيل الموتى مع عمي حسن، شغلانة ما تتوقعش انها مرعبة، لكن اللي حصل في الليلة دي خلاني افكر اسيب البلد كلها، مش الشغل بس. كانت ليلة شتاء من اللي الهوا فيها بيقطع الوش. بقى كانت 11 بالليل لما جالنا تليفون من واحد اسمه عم صابر، بيقول ان ابنه الشاب مات فجأة ولازم نروح نغسله. وروحنا، والبيت كان كله عياط ونواح، والشاب كان على السرير جسمه بارد ما فيهوش نبض وكفنه جاهز. بدأنا الغسل، أنا ماسك المية وعمي بيقلب جسم الشاب، وكل حاجة كانت طبيعية لحد اللحظة اللي سمعنا فيها الصوت. أيوة، صوت زي حد بيشهق، شهيق طويل، زي أنا اتجمدت، بصيت لعمي لقيته هو كمان واقف مكانه، وفجأة الشاب فتح عينه. مش فتحها عادي، فتحها مرة واحدة زي اللي صحي من كابوس كان غرقان فيه. عمي صرخ صاخة ما سمعتهاش منه في حياتي، وأبوه جري علينا وهو بيقول ابني صحى. عمي قال له وهو مرعوب ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. الشاب قاعد على السرير مستند بإيده ويبص لنا كلنا، بس نظره مش ثابت كأنه مش شايفنا. أنا حاولت أكلمه، أنت سامعني؟ ما ردش. فضل يبص حواليه زي طفل بيركب شكل الدنيا لأول مرة، وبعدين بص لأبوه وقال له جملة ما حدش قدر ينساها لحد النهاردة: مين أنا؟ البيت كله اتجنن. الناس افتكرت إن دي كرامة أو معجزة، لكن اللي حصل بعدها أثبت إن دي كانت مصيبة مش كرامة. رجعناه البيت لابس، وناس من القرية جم يحكوا معاه، لكن الولد ما كانش فاكر اسمه، ولا فاكر أبوه، ولا فاكر إنه مات، ولا فاكر حياته. والأغلب كان بيخاف من الظلمة بشكل مرعب، بيزعق، بيصرخ، بيخبي وشه ويقول جملة واحدة: هو واقف وراكم، هو لسه ما مشيش. مين وليه ولا ايه اللي حصل له وهو ميت؟ محدش كان عارف. عدى يوم واتنين وتلاتة، وفي كل ليلة الولد كان بيصحى على صرخة واحدة: سيبني أنا مروحتش معاك. وفي الليلة الرابعة الولد اختفى. فضلوا يدوروا عليه للصبح، ولقوه في الجنينة ورا البيت واقف قدام شجرة كبيرة ومد ظهره للناس. أبونا ده الولد ما ردش، قرب منه بس أول ما لمس كتفه الولد وقع على الأرض ميت. الميت المرة دي كانت حقيقية. وعارفين ازاي تأكدوا؟ لأن جسمه كان متجمد كأنه قعد ساعات واقف في الصقيع، مع إن الجو ما كانش تلج ولا برد للدرجة دي. والأغرب إنه مات وهو ماسك في إيده حتة طين سودا شكلها مرعب، ولا حد عرف جاية منين. ولحد النهاردة كل ما افتكر منظر عينه أول ما فتح بحس إن اللي بيجي يومها ما كانش البني آدم، كان الحاجة اللي كانت ماسكاه وهو ميت فسابته ورجعت تحته.